السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في خبر جديد من بيفوس. أعزائي المشاهدين، من منكم يشاهدون لأول مرة اضغط على زر الاشتراك ليصلك منا كل جديد. تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة النجم الفرنسي سامويل أومتيتي لاعب نادي برشلونة الإسباني في مباراة فريقه الهامة أمام ريال مدريد كلاسيكو إسبانيا بعد تلقيه إصابة مساء السبت. وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن النادي الكتالوني قد يفقد خدمات أومتيتي بداعي الإصابة في كلاسيكو في 23 من دجنبر الجاري في الليغا. وأشارت الصحيفة إلى أن أومتيتي تلقى إصابة في مباراة فريقه اليوم السبت ضد نادي سيلتا فيغو، وتسببت إصابة أومتيتي في تعادل سيلتا بتسجيل الهدف الثاني في المباراة التي انتهت على النتيجة 2-2. وأفادت ماركا بأن هناك شكوك حول إصابة المدافع الفرنسي بشد في أوتار ركبته. من جهتها أفاد راديو كاتالونيا وكذلك صحيفة سبورت أن غياب سامويل أومتيتي قد يمتد لشهرين على الأقل بسبب الإصابة، وسيتم إجراء المزيد من الفحوصات غدا للتأكد من مدة غياب أومتيتي. كان هذا كل شيء. شكرا على المشاهدة. ادعمونا بالاشتراك في القناة، وحفظكم الله ورعاكم.